ابو الفتح يحيى جبران جلال الذي يقود هذه المواجهه بمعيه الميرات، ثم ايضا رقم 20. نعم حاضرين هشام بوسفيان، ايوب العملود وغيره. عمرو معالي كره كانت عاليه داخل منطقه الجزاء وبخمس يسار انسان ممتاز تمرير داخل منطقه الجزاء. كره لصبو يمكن يلعب المباريات التي يلعب كره العنيد يلعب كره بشكل مع المكتب المسير مع المكتب المسير فرق في السبيل هذه الشكل يضرب الكره لم يحاول الحضور بالفوز. كره ممتازه في بطل محمد المرابط يضع الكره. سفيان كان قريب من وضع الكره داخل شباك فريق اولمبيك سبيل الجانبيه تغطيه دفاعيه اعتقد ايضا امام شباب السويم الرياضي في الوداد كره نبيله للاولمبيك سبيل تصويبه قدام المسفويه تنادي والهدف يفوز والوداد يعادل والتنافس لحظه واحده من المحاولات واحدة من الودادية داخل منطقة الجزاء. كرة كيف أنه استلم كرة بالمقص مشابهة وجه لوجه مع الحارس. كرة من الأمامية محاولة بولي ونجم رفعها توديئة تم صوب المرمى. هدف مقابل التسجيل بشكل ممتاز. التدريب العربية جميلة مجرد الرأسية أنا بقول لكم من اختار مشاهد في مباراة اليوم بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هذا بونيفاس الذي لعب هذه الكرة. لاحظوا الحارس راس حربة كرة نامية والعرض فرصة نامية بونيفاس يحاول يسقط الكرة والحارس والمضيع كرة نامية والمضيع مرة ثانية بهذا الشكل وخاطئة تعود لتكون بيد الخامس بمدينة الدار البيضاء. صورة تعطي ونشاهد هنا المحاولة الجانبية والكرة التي لعبت بهذا الشكل وبهذه الطريقة. العوضة أمامية تمريرة داخل منطقة الجزاء رأسية مباشرة اللي تمكن من إيقاف الكرة الماضية أكثر من مناسبة وأكثر من لحظة. لاحظوا للحارس حقه على اعتبار أن التدخل الحارس كراس إمكانية تحضير تصويبة. مخالفة تأتي في هذه اللحظات، مخالفة يقول الحكم في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس. ضياع كرة بهذا الشكل من جانب فعل ما بالامكان راوغ قام بالاصعاب وسال يحاول يمرج من فرصه راوغ تمريره داخل منطقه الجزاء فرصه الهدف الودادي تصويب صدي من جانب الحارس تعود من جديد تصويبه سيفتي كره ينطلق سيفتي يحاول يمر سيفتي بالافعال يصوب عمليات هجوميه كثيره من جانب فريق الوداد. هناش يمرر تمريره داخل منطقه الجزاء رصيدة والكره من جديد مستمره وداديه اجل الدخول. شوف الصوره شوف ماذا شاهدوا العمليه الهجوميه طريقه في البناء التحضير امكانيه التصويب تحضير تصويبه ولا رضا وهدف واحد مقابل لا شيء. هناك يصوب كرة ممتازة الحارس يوسف الجرس الزاوية مرة ثانية. لاحظوا لاحظوا الصورة محمد الخامس.